السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم تتمه نتاع الفيديو السابق اللي كنت درت فيه البطبوط والبيتزا من عجينه واحده. اليوم غادي ندير معكم لا سوب و واحد العصير كيجي غزال من نفس الخضره و و واحد الكيكه كتجي هائله. هنايا كندير القشطه السائله في لا سوب، كتجي زوينه البنات، كتلذذها. المهم اول حاجه غادي نديرها هي غادي نسلق خيزو، يعني الجزر. غادي نسلقو هو في الاول هو كنسلقو حيت هو كيطول في الطياب، ومن بعد غادي نزيد عليه القرعه الحمراء حتى يقرب يطيب. هو عاد كندير القرعه الحمراء حيت القرعه الحمراء دغيا كطيب، ما كتعطلش، دغيا كطيب. كنسلقهم غير بالماء لان غادي نحيد منهم العصير، فما كندير لا بصله لا عطريه لا والو، لا ملحه لا حتى شي حاجه. كنسلقهم غير بوحديتهم، وما بينهما كيتسلقوا انا كندوز كندير الكيكه. كنحتاج لها 5 البيضات، كنحتاج 150 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع زيت المائده، كاس تاع حبوب نتاع الشوكولا، وكاس نتاع الحليب 150 غرام، وجوج معالق كبار تاع الخل وفانيلا، و15 غرام تاع خماره تاع الحلويات، ومعلقه كبيره نتاع الكاكاو. والدقيق كنديروا 3 نتاع الكيسان، كل كاس كيدير 150 غرام. اول حاجه كنبدا بها كندير السكر مع البيض. السكر قلت لكم 150 غرام تاع السكر، كنطربوهم بجوج، وكنبقى كنضيف عليهم الزيت وانا كنطرب حتى كنحس بداك السكر داب. كنضيف كذلك الكاس نتاع الحليب وانا كنطرب مع التطراب باليد، غير باليد، ما كتحتاجوا لا طراب كهرباء الا والو. كنضيف سكر فانيلا نسيتو كنضيفو، وكنضيف ديك معلقه نتاع الكاكاو المور البنات. كنضيف معلقه كبيره، وكنضيف داك حبوب نتاع الشوكولا فيرميسيل صافي، وكنخلط مزيان كيف كتشوفوا. ودابا كنضيف 3 نتاع الكيسان نتاع الدقيق، يعني كل كاس فيه 150 غرام. 3 نتاع الكيسان كتجينا العجينه هي هذيك، ما كنحتاجوش، كتجي مقاده، ما كنزيدو ما كنقصو. 3 نتاع الكيسان هانتوما كتشوفوا كتجي هي هذيك عباره صافي. ملي كنحرك مزيان كنضيف واحد 2 معالق حتى الاخير، عاد كنضيفوا الخل 2 معالق كبار نتاع الخل التفاح من الافضل. يمكن لكم تضيفوا اي خل، غير هي من افضل التفاح صحي. وكنضيف في الاخير الخماره نتاع الحلويات حتى لتالي، عاد كنضيفها مور الخل باش كتفاعل لنا مع داك الخل، وكتعطي واحد النتيجه زوينه ملي كتدخلوها للفران. كيكون عندي الفران مسخن مسبقا، وكنضيفها على درجه حراره، كنشعل الفران غير من التحت، وكيكون مشعول على 180 درجه، وكنشعل الفران غير من تحت. الفران الكهربائي كنشعلو غير من تحت، وكنخليها حتى كطيب. هنايا كيكون عندي المول مدهون ومرشوش بالدقيق كيف العاده. صافي كنخويها فيه وكندخلها للفران كيف قلت لكم، كيكون مسخن مسبقا على 180 درجه، وكنشعل غير من تحت. صافي كندخلها ليه وكنخليها كطيب على خاطرها. هنايا كيكون عندي داك القرعه والجزر كيكونوا طابوا، كنحيد منهم باش كندير العصير. كنحيد واحد شويه باش ندير العصير، والباقي كنديرو لا سوب. هانتوما كتشوفوا طابت لا القرعه لا الجزر ديجا طايب، والقرعه طابت. صافي كنحيد واحد شويه بالماء تاعو بكلشي، كنحيدو وكنخلي البقيه كنخليها كنديرها سوب. عاد كنضيف عليها حتى كنحيد منها داك القياس نتاع اللي ندير في العصير. والباقي كنكون مقطعه واحد البصله، واخا كتكون مقطعه غليظه ماشي مشكل، لان غادي نطحنوا كلشي. كنقطعها هكا غير غليظه وكنضيفها وكنخليها حتى كطيب البصله مزيان. عاد كنضيف التوابل، هانتوما شفتوا كنضيف بصله متوسطه الحجم كنضيفها، ويمكن لكم تستغناو عليها ولكن انا بغيت نضيفها. يمكن لكم ديروا غير يعني غير بلا بصله، ولكن بالبصله كتزيد لها واحد اللذه. صافي ملي كطيب داك البصله كنحس بها طابت، كنضيف ضامه نتاع البنه، وكنضيف شويه نتاع الابزار وشويه نتاع الملحه، ما تكتروش لان ضامه البنه مالحه. وكندير شويه الزعفران الحر وشويه نتاع الثومه بودره. الا ما كانتش بودره كطيبوها مع القرعه والجزر. صافي وكنضيف القشطه السائله. يمكن لكم تعوضوا القشطه السائله بالحليب عادي
او لا ديروا شي شويه نتاع الفرماج الطاري، المهم اللي بغيتو. ويمكن لكم تطحنوها غير بالماء، تضيفوا لها قشطه لا فروماج، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي كنطحنها هكا مزيان وصافي. هذه هي لا سوب تاعنا واجده، كنطحنوها وهي سخونه باش كتطحن مزيان. انايا غادي ندوز ندير داك العصير، كندير داك القرعه والجزر اللي طبخت، وكندير واحد شويه نتاع الفراز. وهنايا عندي الحليب نتاع الكوك، حليب الكوك كيتباع هكا جاهز. كنضيف واحد 2 معالق. المهم كنطحن شويه بشويه لان عندي الكاس هنايا صغير، كنطحن شويه بشويه. درت في الاول 2 معالق والباقي كنديرو مع البقيه نتاع القرعه والفراز وداكشي. وكنطحن السكر كيبقى حسب الذوق. يمكن لكم تضيفوا فانيلا، ولكن انا مبغيتش نضيف فانيلا باش يبقى داك النسمه نتاع الكوك كتجي زوينه. انا مبغيتش نضيف فانيلا، يمكن لكم تضيفوها. والسكر كيبقى على حسب الذوق. كنضيف واحد الكاس نتاع الماء وكنطحنوا الكل كيف كتشوفوا. كنطحنوا الكل صافي، وكتعطينا واحد العصير عاقد، يعني عاقد زوين خاطر وصحي ولذيذ. كتجي فيه اللذة. يمكن لكم تعوضوا حليب نتاع الكوك، يمكن لكم تعوضوه بالحليب العادي، ولا ديروا غير الماء. يعني كتجي رائعه، كتجي غزاله صحيه ولذيذه في نفس الوقت. والا ما كانوش الوليدات كياكلوا لكم هكا الخضر، فكتدخلوا لهم هكا الخضر بهذه الطريقه هذه، كياكلوها وما كيحسوش بها، كتعجبهم بهذه الطريقه هذه، كتعجبهم. صافي كنديروا في الكاس نتاع العصير، وكنطحن البقيه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. كنبقى كنطحن حتى كملته، يعني طحنته حتى كملت الكميه اللي عندي كلها، حتى كملت داك الكاس نتاع الكوك والخضره اللي كانت عندي. كانتوما كتشوفوا القوام نتاعو كيجي خاتر واللذه، والله قسمي لا غزال في اللذه. كيف قلت لكم يمكن لكم تعوضوا الحليب نتاع الكوك، يمكن لكم تعوضوه بالحليب عادي. هنايا طابت الكيكه، خرجتها كيف كتشوفوا كتجي عاليه وزوينه، عاليه ومنفوخه، وكتجي حتى فتيه. داك الخل كيعطيها واحد الطراوه، واحد الفتاوه، كتجي زوينه. هنايا كان عندي هنايا هاد يوغورت نتاع الشوكولا، ضفت واحد 2 يوغورت صغيورين، الحجم ديالهم صغير، وزدت عليهم شويه نتاع الشوكولا. يمكن لكم ديروا غير يوغورت نتاع الشوكولا، غير انا كان عندي داك شويه نتاع الشوكولا وزدته صافي. وكنسقيوها به وهو سخون، كنسقيوها به باش كتشرب داك اليوغورت، وكتجي داك اليوغورت مع الشوكولا وكتجي لذيذه، كتجي رائعه البنات. ها نتوما راني نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا كتجي من داخل طريه واللذه ما نقولكمش. ها نتوما مع داك الشوكولا، هذيك هي اللي كيحمقوا عليها الوليدات. لا سوب ديالنا ها هي واجدات كيف كتشوفوا. كنزيد لها منين كنغرف كنزيد لها في الطباصل، كنزيدو شويه نتاع القشطه السائله، كتزيد تعطيها واحد اللذه. القشطه السائله راه كتعطي واحد المذاق ما تصوروش، كتعطي مذاق زوين بزاف. والعصير نتاعنا كيف كتشوفوا ها هو العصير كيجي خاتر ولذيذ. الوليدات ما كيعرفوش اشنو فيه، كيشربوه يعني بتغماض العينين، كيشربوا كيعجبهم كيشربوه. بهذه الطريقه هذه توكلوا لوليداتكم الخضره بلا مشاكل. بهكذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. تعليقاتكم ولايكاتكم كتحفزني وكتشجعني، وشكرا لاي وحده خدات من وقت نتاعها وكتبت تعليق ودارت لايك. شكرا ليك بزاف من كل القلب، وكلمه شكر قليله في الحق نتاعكم، والهلا يخطيكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، وعواشركم مبروكه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.